قاعدين يا معلمي في جراج سبورتنج هنا في ظهر الرادار اللي كلنا بنملص منه، نشربوا كوبايه قهوه هاني والصحبه الكريمه عند ام حبيبه هنا 6 10 على 10 اجدع من 100 راجل مدقورين دقره ما يعلم بها الا رب الكون. خلصنا وقلنا نلف من عند كليوباترا وناخد بعضينا نسقط على الورديان. السكه زحمه يا دنيا، زحمه زحمه وتاهوا الحبايب، استر يا رب. اكيد اللي في بالي دلوقتي يا اما حد مرمي على الارض، عيل طايش بيجري بيشد مع زميله قام راكب جزيره، موتوسيكل ما عطاش اشاره هوب الفبر الدغدغ. ما طلعش اللي بالي فيه 3 4000 نفر على الاسفلت زي النمل، نصهم حريم ثانويه عامه بقى والفرحه لما وعايزين يختموها ختمه حلو. نحضر حفله جميله كلها ايديها على كتاف بعضها مع دخله الاجواء الشتويه وكله بيطمن بعضه وكله بيحتوي بعضه. وطبعا انا مش هقول لك انت سيدي العارفين ايه اللي بيحصل في الحفلات، وعزه وجلاله الله بدولات ماشيه على الاسفلت. ده لبس جهاز لعروسه داخله على عريسها. مش هغوط اكتر من كده، شويه مناظر من اللي هي عايزه اطرب روزولين. البنات ماشيه مبسوطه مع راجلها، واحد حاطط ايده على كتفها وهي سايحه في عالم تاني. الساعه 2 بالليل اجواء اسكندريه، جيل كل اللي يعرفه اللبس والنزاهه، الشعر، الكام فولورز. تعالى بقى شوف احداث الدنيا الفانيه، تلاقي هنا بيحصل زلزال، تلاقي هنا موت فجاه، تلاقي اخواتنا في فلسطين واللي بيحصل معاهم، تلاقي كل علامات الساعه ديت. والجيل الجديد عامل التلاقي، الجيل اللي المفروض هو اللي هيستلم الرايه، الجيل اللي احنا المفروض احنا اخواته الكبار. طب اسرح بخيالك بقى وبص على جيل التيك توك وجيل المهرجانات وجيل اللي بيصور امه وجيل اللي بيصور اخته وجيل السبوت وجيل فتحه الشنطه والقعده فيها والجبايه. تخيل ان كل الجيل القديم اللي ربنا رحمنا بسببه دلوقتي الستينات والسبعينات وامام المسجد واللي بيحفظ قران هيسلموا نمر بعد عمر طويل ربنا يديهم الصحه. بعد كام سنه منه الجيل اللي احنا فيه هيبقى فيه منهم الامام وفي منهم اللي بيحفظ قران. انا بقول لك المفروض ان دي مناصب هتتوزع، اجيال بتسلم اجيال. اديني عقلك يا عم، انا راجل كروديا. الجيل ده هو ده اللي هيقف بينا امام، هو ده اللي هيخاف على امك واختك، هو ده الجيل اللي هيبقى قاعد في المصالح وتروح تخلص معاه مصلحه ويتقي الله، هو ده اللي هيبقى صنايعي ويتقي الله. الجيل اللي احنا مواكبينه ومتاخدين على حسه ده ما بقاش فاضل اي حاجه. قال لك مفيش جواز، خلاص اعرف لي واحده فوق ال30 معاها شقتها مطلقه ولا ارمله، الدنيا مزمزقه معاه، اروح انتش تليفون واروح اصرفه. لو اتعين في اي وظيفه اول حاجه بيفكر فيها ما تشوفني بحاجه. اول ما بيلاقي الدنيا زمزقت بيطلع يعمل باكت نته ويطلع يشتغل لي لايفات على التيك توك ويقدم اي تنازلات ممكن تتخيلها. المصري اللي كان بيتعمل له شنه ورنه يتقال عليه شحات مش مشكله، المهم الجنيهين اللي هروح اصرفه. الجيل اللي احنا فيه يستاهل كل حاجه بتحصل له. بص التسلسل ده، الجيل القديم اولا كان بيتعظ لما يشوف واحد زميله راقد في السرير. اتطورت وجه الجيل بتاعنا بقى مغيب وما بيتعظ غير لما يلاقي نفسه واقف قدام قبر زميله. الجيل الحالي علامات الساعة بتحصل قدامه. الجيل الحالي هو السبب في الوضع الحالي. يا جدعان عايزين ايه من الدنيا؟ صياعة؟ ما احنا سعنا قبليكوا واتمرمطنا قبليكوا وشفنا المر قبليكوا وخدنا السكة دي قبليكوا اللي انتوا نفسكوا فيها. جايين لكم بعد تجربة بنقول لكم احنا فران تجارب اتعلموا مننا. احنا مش كبار قوي بس احنا مشينا في اللي انتوا نفسكوا فيه. مفيش حاجة بتنفعك، لا تفتيش حرمه هينفعك وقرشين مش هيدومولك، لا صورتين ماسكهم على واحده سواء ما تردش في الدنيا هيتردلك في الاخره، مصلحه شمال عايز تقضيها والله ما هتدوملك والحرام بياكل صاحبه. قاعد ونايم ننا شبه ما احنا ما نمنا ننا زمان، ندمنا على الايام اللي احنا كنا فيها بصحتنا وكنا قد الدنيا وكنا نهد الدنيا. عايز تعمل ايه؟ قول لي انا افيدك. هتروح لطبيب مش هيعالجك، مستفاد ايه من كل اللي انت بتعمله؟ هتتحاسب عليه. اديك شايف الدنيا وعزة وجلالة الله ما مضمون. في لمح البصر هتلاقي نفسك صحابك اللي ملمومين حواليك بيحضروا جنازتك وبعدها مش هيفتكروك. هو في حاجة اشد يا عم من علامات الساعة اللي عمالة تحصل حوالينا؟ انت مستني ان انت تتعظ امتى؟ مستني ايه اللي يحصل لك عشان الجمجمة تعدل؟ مستني ايه يحصل لك عشان تفوق؟ كم مرة اشارة من ربنا حصلت وطنشتها؟ ما هي الاشاره دي مش بتيجي كل يوم، ده ربنا بيقول لك تعالى انت كده كده رايح له، كده كده هتلجأ له، كده كده هتستعين بيه. فبمزاجك وكامل ارادتك ولا غصب عنك وانت مرمي في مستشفى ولا وانت خلاص بتلفظ انفاسك الاخيره